أهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير جميعا. مقارنة سريعة بين ربع التويوتا وربع الفتك. كثير من الشباب يحتار ويقول وش الأصلح والأفضل للبر، سواء نفود أو جبال أو غيرها، هل آخذ ربع تويوتا ولا آخذ ربع فتك؟ أنا أشوف أن هذه هي المقارنة الصحيحة لما تقارن بين سيارتين كلهم نفس النوعية تقريبا، نفس نظام أيضا الدبلات ونفس الدفرنسات كاملة. بعض الناس يعني اللي يبغى يقارن لك مثلا ربع فتك مثلا بف جي مثلا، وانا اشوف انه مقارنه غير صحيحه. افضل مقارنه انك تقارن ربع الفتك بربع اللاند كروزر. حياكم الله. مقارنه سريعه بين السيارتين. اولا نقارن بين السيارتين من ناحيه المحركين. ربع التويوتا نزل عليه طبعا ماكينه ال1 جي ار 6 سلندل 228 الى 230 حصان، التورك حدود 360. هذا بالنسبه لربع التويوتا. طبعا الماكينه اعتقد انها المنيوم جايه. نجي الى ماكينة الفتك، طبعا قديمة نازلة من عام 2002 تقريبا، اللي هي ماكينة الفتك في تي سي 4800 سي سي، حدود ال 270 حصان، التورك 451. كلا المحركين محركات جبارة، محركات اعتمادية، محركات أيضا قديمة في تويوتا، نزلت قديم يعني، فكلهم جودتهم ما شاء الله تبارك الله عاليه. صرفيه الوقود انا اشوفها لصالح ربع التويوتا بنسبه بسيطه. التطور لصالح ربع التويوتا، طبعا جاي ماكينه راسين، الفتك لا جاي ماكينه راس واحد، ولذلك التورك يعتبر عالي جدا في الفتك مقارنه بربع التويوتا. وزن ماكينه الربع جدا خفيف، ريشه ما شاء الله تبارك الله، مقارنه بثقل وزن ماكينه الفتك. من ناحيه نظام التعليق في السيارتين، ربع التويوتا جاي ورا سست وقدام يايات، الفتك بالكامل جاي نظام التعليق فيه ياي، ولذلك نشوف الفتك اريح بكثير من ربع التويوتا. بالنسبه يا شباب للدبل في السيارتين نفس بعض تقريبا، كرونه اماميه كبيره طبعا مو فليورات، دبل كلاسيكي قديم يتحمل الاستخدام الشاق، ولا زالت كلتا الشركتين تنزل المواتر الجديده من ربع التويوتا او من ربع الفتك بنفس نظام الدبل، ما حولوه الى نظام اللي هو الفليورات وغيرها من السيارات الحديثه، لان كل الشركتين تبغى السياره تكون يعني كلاسيكيه على نفس نظامها القديم. بالنسبه للسياره من داخل ربع التويوتا تلاحظون قطعه بسيطه بس هذه خشب، والباقي هذا حديد. تمام. الطبلون كذلك بلاستيك جدا قوي مره، مقوى، تحس ما فيه قربعه متماسك، تخشيبه بسيطه كذا. داخليه تعتبر كلاسيكيه معنى الكلمه من جميع يعني تفاصيلها. هذا ربع الفتك من جوا، طبعا ما شاء الله ديكور هنا يعني ما يحتاج، ما في حديد ولا في شيء، كله جلد، تلبيسه جلد هنا وجلد كامل هنا، ديكور كامل. طبلون طبعا نفسه، نفس البلاستيك تقريبا. متانة ديكور الربع أقوى كمتانة، تمام، لكن كسيارة مليانة ديكورات نشوف أن الفتك أفضل. فخامة أشوف أن الفتك أيضا أفخم من ناحية الدواكير الداخلية وداخلية السيارة. طبعا الربع يمين الدبل، الفتك يسار. باقي بس وزن السيارتين، الربع تقريبا حدود 1800 وكسر، ربع الفتك حدود 2100 وشوي. فالوزن طبعا ما في شك خفة الوزن لصالح ربع التويوتا بشكل كبير، وحتى تفرق معك لما ترقط عوس، وفي النفود فارق معك بشكل كبير خفة وزنه. بالمقابل القوة والتورك العالي لصالح الفتك، فالموضوع جدا متوازن. نتكلم الآن عن مقارنة الأمان بين السيارتين في التطعيس أو في غيره. أنا أشوف الربع الفتك آمن بشكل كبير من ربع التويوتا في الطعوس. ربع التويوتا القلبة فيه سريعة حمانا الله وإياكم، مرة يعني لازم يكون إنسان متمكن، فأي واحد يشوفه يعني مو متمكن بالنفوذ أنصحه بربع الفتك بشكل أكبر. طيب وش تفضل من السيارتين؟ ما في شك طبعا انا بالنسبه لو بختار في النفوذ بختار ربع الفتك، لكن لو بختار في الجبال بختار ربع التويوتا. قرب المحاور الاماميه صراحه يساعده جدا على القصوص والاشياء الصعبه اللي تكون في الجبال، فانا صراحه افضل ربع التويوتا على الفتك في الجبال، لكن الفتك في النفوذ ما يلحق ربع التويوتا ابدا. هذه وجهه نظري الشخصيه، وانت ايضا عطني وجهه نظرك، ويعطيكم الف عافيه.